هالو everybody. وحشني جدا جدا جدا. النهارده متسوبيشي عامله لنا مفاجاه، وعن الاكليبس كروس الجديده. طبعا انتوا كلكم عارفين الشكل الجديد بتاع العربيه، قويه وباعت مبيعات كتيره جدا جدا جدا، وعملت اسم في السوق بالديزاين الجديد والشكل الجديد. ايه الاضافه الجديده اللي زادت في المتسوبيشي الاكليبس؟ اليابانيين بيحاولوا يزودوا في بعض الاوبشنز اللي موجوده في العربيه. الفئه الثانيه زاد فيها الايرباج، بقوا 6 ايرباج، وبقى فيها سنسور امامي وسنسور خلفي. هنشوف كل الكلام ده كله من اول الفئه الثانيه. ادي السنسور الامامي، وهنروح نشوف السنسور الخلفي، وادي السنسور الخلفي. ويلا بينا بقى ايه، ندخل نشوف. العربية دي ياباني 100%، التجميع ياباني والتقفيل ياباني ياباني يعني ياباني. ندخل بقى نشوف مكان الإرباج الجديد فين. يلا بينا نعد. يلا يا باشوات. الله واحد، ملوش تاني. ادي 2، وادي في القوايم اهو. ادي 1، يبقى دي قايم وقايم اليمين والقايم الشمال كده 4. وهتلاقي فيه في الكراسي اكيد. ايوه اهو، في الكرسي اهو. يبقى الكرسي ده جنب الكرسي ده ادي 1، والكرسي ده ادي كده 2، و2 قايم ادي 4، و2 هنا ادي 6، وفي واحد اللي هو بتاع الدواسة الخلفية اللي هي ورا السواق. يبقى كده في 7 ايرباج موجودين في العربية. من افضل الاشكال اللي نزلت، اللي عملت تغيرات في السوق المصري، من المتسوبيشي الاكليبس الجديدة. فعلا حقيقي العربية دي فرقت كتير جدا جدا عن الشكل القديم، وفي نفس الوقت عملت مبيعات حلوة جدا 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 جدا. وعربية قوية، 152 حصان تيربو، 250 نيوتن، 250 نيوتن و250 تورك. دول أقوياء جدا، عليها خطوط قوية جدا، عنيفة العربية دي. طبعا احنا جربناها قبل كده بدل مرة اكتر من مرة، فانا حبيت اوريكم الفروق كده سريعا، وان شاء الله نتقابل في فيديو تاني في عربية تانية. تحياتي ليكم جميعا.